أخطر سؤال في رمضان: أنت بتعمل ده لمين؟ في عبادات محدش بيشوفها، محدش يعرف أنت صليت قد إيه، محدش يعرف قرأت كام صفحة من القرآن، محدش يعرف دعيت بإيه. وهنا بتيجي الهدية. رمضان بيعلمك تعمل حاجات من غير تشجيع، من غير لايكات، من غير تقدير. الإخلاص إنك تكمل حتى لو محدش شايفك، إنك تفضل ثابت حتى لو محدش بيشكرك. في عبادة الصيام تحديدا محدش يقدر يثبت انك صايم غيرك انت. تقدر تاكل في السر وتقول للناس انا صايم، لكن لو اخترت تكمل يبقى انت بتعملها لربنا فعلا. الهدية هنا انك تتحرر من رأي الناس، لان طول ما انت محتاج تشجيع من اللي حواليك عمرك ما هتبقى حر. السؤال النهاردة: لو محدش كان هيشوفك كنت هتعمل نفس اللي انت بتعمله؟ استلمت هديتك؟ ما تنساش بكرة في هدية جديدة.